unités de formation soient réalisées, mais nous allons commencer immédiatement le recrutement de 500 jeunes pour les mettre en formation. On a dit immédiatement dans les unités qui existent déjà, les centres techniques qui existent déjà au niveau de régions telles que Safi et El Jadida, pour que cette première vague de jeunes puisse commencer leur formation dès janvier 2016. نائن أعلن التراب عن توظيف 500 شاب في إطار عملية توظيف كبرى بشركة فوسبوكرا، حتى تقاطرت المئات بل الآلاف من طلبات التوظيف على الإدارة المحلية بالعيون، في مشهد يومي عكس الصورة الحقيقية للبطالة بالصحراء بعيدا عن لغة الأرقام والتقارير الرسمية. وهكذا تطلق إدارة فوسبوكرا بوابتها الإلكترونية بمعايير خاصة، معلنة عن موجة حراك اجتماعي غير مسبوق أججته مشاعر التهميش والغبن الضاجة بها صيحات المعطلين الصحراويين، وقد رأوا في التخصصات التي حددتها إدارة الفوسفات أمرا ألحهم في الخروج إلى الشارع للتنديد بها واستنكارها ورفضها جملة وتفصيلا. ومنذ ذلك الحين ومدينة العيون كمن المدن الصحراوية تعرف مجموعة من التطورات المتسارعة لما بات يعرف بحراك المعطلين، والذي تناسلت أشكاله وتظاهراته، وزادت أعداد المتعاطفين معه والمتضامنين دون أن يلوح في الأفق حل لما بات يعرف بأزمة الفوسفات، أزمة كشفت معاناة شباب الصحراء مع معضلة البطالة وسياسة الإقصاء، والتي كانت سببا في الكشف عن معاناة أخرى. كانت تسوق له السلطات لربما بأنه خارج إطار القانون. إحنا مطالبنا اللي كانت هي اجتماعية، مطالب كتنادي بالشغل والمنع. تمر الأحداث وتتوالى ليختار ثلة من المعطلين تنظيم أشكال احتجاجية سلمية اختلفت باختلاف زمانها ومكانها. وأمام تزايد حدة الوقفات الاحتجاجية للمعطلين لم تجد السلطات المحلية سوى نفس المقاربة التقليدية عبر التدخل الأمني للقوات العمومية بحق المتظاهرين في مشهد غاب عنه دعاة الحقوق. وأمام إصرار المعطلين على إيصال معاناتهم وإسماع صوتهم للمسؤولين، اختار عدد منهم التصعيد في أشكالهم الاحتجاجية عبر الدخول في إضراب جماعي مفتوح عن الطعام، والذي أصبح حديث المدينة اليومي، والتي باتت تسير نحو طريق مجهول دفع عائلات المضربين إلى إرسال نداء عاجل لمن يهمهم الأمر. هذا المعدل لأولادنا وضريب محملين الدولة ومحملين المسؤولين الكبار والصغار والموسطيين بأولادنا لهم، ويعرف الله باش قريناهم بالسكارطية وكاريين وقتلنا بالجوع ولا قطع يدنا ولا قطع لبسنا من أجل أولادنا ومنينا اقراوا وعدلوا مستقبلهم، شبروا قدامهم الدبوس والغمع ورديح فيهم الليل والنهار. نضال كانت له تكلفة باهظة تجسدها هذه اللقطات. محمد شد راسك حكم راسك. تنتهي معركة الأمعاء الفارغة والتي دامت 14 يوما بعد أن أعلن المعطلون الصحراويون فك إضرابهم عن الطعام، استجابة لوساطة حمد الرشيد رئيس الجهة، والذي التزم أمامهم بالترافع الشخصي عن ملفهم والدفاع عن مطلبهم العادل في التشغيل وسط زغاريد الفرح وهتافات النصر.
الصورة